ما قام به قيس سعيد واضح، هو انقلاب على دستور البلاد بشكل واضح. وإن تحجز قيس سعيد بأنه استخدم الدستور أو الفصل 80، ولكن بشهادة وكل خبراء الدستوريين في تونس تقريبا وبما يشبه الإجماع أنه هذا كان هناك تعسف واضح في استعمال الفصل 80، وبالتالي نحن نتحدث عن انقلاب دستوري استخدم فيه قيس سعيد. كذلك القوى الغاشمة، القوى الصلبة، الجيش والأمن الذين توجهت بمقتضى المؤسسة العسكرية بمدرعاتها لمحاصرة البرلمان ومنع البرلمان من مزاولة أعمالهم كسلطة تشريعية، وكذلك السطو على السلطة التنفيذية من خلال إفراغ كل مقر رئاسة الحكومة من كل موظفيه ولفترة طويلة من الزمن حتى أتت حكومة السيدة نجلاء بودين. وبالتالي نحن نتحدث عن انقلاب مكتمل الأركان استخدم فيه قيس سعيد كما قلت القوى الغاشمة واستطاع بمقتضى على السلطة التنفيذية، وألحق كذلك من يعني اختصاصات السلطة التشريعية. اليوم ليس لدينا برلمان، وكل ما يتعلق بالتشريع هو بيد قيس سعيد. الحرب الثالثة التي يريد أن يخوضها قيس سعيد اليوم مع القضاء التونسي الذي يريد أن يوظفه في صراعه وفي خصومته السياسية مع خصومه السياسيين. وهناك دعوة مستمرة من قيس سعيد في خطاباته المستمرة في قذف للقضاء وللقضاة واتهامهم بأبشع النوت ودعوتهم للتدخل من أجل معاقبة خصومه السياسيين في تدخل سافر على سلطة الأصل فيها أن تكون مستقلة، وهي أحد أهم دعائم الحكم الديمقراطي في أي دولة من الدول. إذا أردت أن تذهب إلى دولة وتقول إنها بالفعل دولة ديمقراطية انظر إلى قضائها. القضاء الذي يريد أن يوظف قيس سعيد في هذه المعركة هي دليل آخر على مشروع قيس سعيد الانقلابي وعلى رغبته في أنه يواصل زحفه من هذا الاستحواذ على كل مؤسسات السلطة بما فيها السلطة القضائية. قناعتي قيس سعيد مثل ما قال تماما في آخر خطاب يوم 13 ديسمبر أنه قام بهذا الشيء بمفرده ووفق إرادته. وقيس سعيد بالفعل اليوم يقود البلاد منفردا بدعم طبعا من المؤسسة الأمنية والعسكرية التي تقف إلى جانبه إلى حد الآن على كلها، لأنه قيس سعيد ما لم يكن ليفعل هذه الخطوة لولا دعم المؤسسة العسكرية والأمنية. بالنهاية قيس سعيد أين أعلن قراراته، قرارات الانقلاب يوم 25 في انعقاد مجلس الأمن القومي بحضور قيادات الأمن وقيادات العسكر حتى يعطي برسالة أني أخوض هذه المعركة لست منفردا وإنما مدعوم من أهم أجهزة وأقوى أجهزة الدولة. وبالتالي هو لم يكن ليذهب بهذه الخطوة. الآن النقطة الثانية، قيس سعيد عندما ذهب فيما ذهب إليه هو التقى موضوعيا وليس بالضرورة، هنا لا أتهمه مباشرة، التقى موضوعيا مع بعض الأجندات الموجودة في المنطقة، بعض الدول التي كانت منزعجة من حالة الديمقراطية التونسية، وبالتالي وجدت في سلوك قيس سعيد ما يؤيد رؤيتها وتصورها للمنطقة، وبالتالي دخلت على الخط. وهنا أذكر بعض العواصم العربية التي كانت منزعجة بشكل كبير جدا مما يحصل في تونس ومما يحصل في المنطقة بشكل عام، وحاولت الدخول على الخط. ولكن هل حصل اتفاق بينه وقيس سعيد؟ هذا الحقيقة يحتاج إلى فحص. اليوم هناك حديث على أن قيس سعيد تعاون مع المصريين، تعاون مع الإماراتيين، تعاون مع بعض العواصم العربية من أجل أن يؤمن خطوته، ولكن هذا لا توجد عليه الحقيقة دلائل ثابتة. بالنهاية كلامي أنا في تقدير أن قيس سعيد ذهب في هذه الخطوة لقناعة شخصية عنده، لأنه يحمل مشروع فردي استبدادي تسلطي هو كشخص، فضلا عن أنه تلتقي مصالحه ممكن مع مصالح كما قلت أطراف داخلية وأطراف خارجية، ولكن تفاعل بين مجمل هذه الأطراف ستحدده الفترة القليلة القادمة وستحدده طبيعة الموضوعات. قيس سعيد يحمل رؤية والأطراف الأخرى تحمل رؤية، وليس بالضرورة أن الرؤيتين متوافقتين، وبالتالي قد نجد أنه كتلة الانقلاب التي شاركت في الانقلاب سواء من أطراف داخلية وخارجية قد تتفتت في المرحلة القادمة باعتبار أنه أجنداتها مختلفة. إن انطلقت في مرحلة معينة باعتبار خصومتها مع حركة النهضة وخصومتها مع الديمقراطية التونسية، فقد تختلف في مرحلة لاحقة باعتبار أنه مصالحها كذلك ليست مصالح متجانسة بالضرورة. حركة النهضة في تقديري كانت تريد النزول إلى الشارع منذ اللحظات الأولى للانقلاب، ولكنها لم تقدر على ذلك بسبب عدم تجاوب الشارع معها وعدم تجاوب حتى محيطها القريب أي أبنائها مع هذا الطلب لقيادتها لأسباب مختلفة. السبب الأول في تقديري هو الخلفية التاريخية. أبناء حركة النهضة عاشوا أزمة كبيرة جدا مع النظام السابق وحمل
حملة استئصال كبيرة في التسعينات خلفت عاهات كبيرة على مستوى تنظيم حركة النهضة، وهذه الخلفية النفسية ما زالت جاثمة في عقول الناس، وبالتالي لم يكن هناك استعداد لخوض تجربة مواجهة أخرى مع الدولة. هذا واحد. اثنين، حركة النهضة للأسف اصطدمت مع حالة شعبية رافضة لها. يوم 25 جويلية نفسه اللي في مساءها أعلن قيس سعيد عن انقلابه، لأنه هناك تحميل مباشر من طرف جزء كبير من الشعب التونسي لحركة النهضة المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع البلاد، وأنه جزء من الشارع يحملها حتى أنه ما آلت إليه البلاد إلى هذا الانقلاب باعتبارها أنها فشلت خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في إيجاد حلول لأزمات البلاد الاقتصادية والاجتماعية، وأنه مشاكل المواطن التونسي على المستوى المعيشي وعلى مستوى يعني البنية التحتية سواء في مستوى الصحة والتربية والتعليم وغيرها من القضايا الأساسية تراجعت بشكل كبير في دولة ما بعد الثورة، وبالتالي هي حوصرت من هذا الرفض الشعبي أو تحميل المسؤولية من طرف واسع من الشعب التونسي عن حصائد 10 سنوات ما بعد الثورة. المعنى الثالث هو حالة العزلة التي وجدت فيها حركة النهضة نفسها يوم 25 جويلية، حيث أنه كل الطبقة السياسية سواء من كان معها بدرجة في الحكم سابقا أو لاحقا أو في المعارضة حملها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، فوجدت نفسها متهمة من كل الطبقة السياسية بما فيها أصدقائها السابقين على أنها هي من تتحمل المسؤولية الأساسية فيما آلت إليه الأوضاع، وبالتالي هي وجدت نفسها من من كل هذا، ووجدت نفسها عاجزة على الأقل في الأيام الأولى. اليوم بعد مضي 5 أشهر تقريبا على هذا الانقلاب، حركة النهضة عادت للحضور في الشارع، عادت لمحاولة فك العزلة السياسية عن نفسها مع بقية الأطراف السياسية، خاصة أنه حتى المزاج الشعبي من ناحية بدأ يتغير باتجاه يعني الإحباط وباتجاه أنه لم يكن يتصور أن قيس سعيد بكل هذه يعني الضعف، وبالتالي لم يحقق له شيئا حتى هو على المستوى الاقتصادي والاجتماعي إلى حد الآن، إذا استثنينا قضية التلقيح والنجاح في مستوى التلقيح ومحاربة الكورونا. كذلك الطبقة السياسية الآن في مغلبها اصطفت ضد قيس سعيد، وحتى الذي كان جزءا منها مع قيس سعيد في بداية هذا الانقلاب، وبالتالي نحن نشهد تغير الآن في المزاج الشعبي وتغير كذلك في موقف الطبقة السياسية من انقلاب 25 يوليو و25 أغسطس، وهذا الذي سيصنع شيئا فشيئا التوازن مع هذا الانقلاب، ولكن يبقى الأمر ليس بالبساطة وبالسهولة التي يمكن أن يتصورها مثلا أي شخص غير معاين للحالة التونسية. حتى نكون صريحين ومواضيع، نعم هناك جزء واسع من الشارع كان يؤيد قيس سعيد في بداية هذا الانقلاب، والشارع على صنفين في دعمه لقيس سعيد. الشارع الداعم لقيس سعيد فيه صنفان، صنف موالي لقيس سعيد إذا كان صالحا أو طالحا في كل الحالات، وهذم تنسيقياته الأساسية ونواته الأساسية التي بنى عليها مشروعه للوصول إلى الحكم، وهذم بالذات للأسف يعني خطابهم جدا عنيف وخطاب فيه كراهية وفيه خطاب تقسيم للمجتمع التونسي، وحتى قيس سعيد تورط أكثر من مرة في تقسيم الشارع التونسي بشكل غير مسبوق، عندما يقسم الشارع إلى صالح وإلى فاسد وإلى خائن، كل من يعارض قيس سعيد يدخل في خانة الخونة وخانة الفسدة. وصنف آخر من الشارع هو محبط من الفترة السابقة وضد حركة النهضة، وبالتالي بالتبعية هو مع كل من يكون ضد حركة النهضة، وجدوا في قيس سعيد هذا الأمر وبالتالي اصطفوا معه. اليوم الحالة الشعبية تتطور في حالة تفاعل مع ما يحدث من تطورات. أنا في تقديري أنه دخلنا شعبية قيس سعيد بدأت في التآكل، لأنه طيلة ال5 أشهر منذ الانقلاب إلى اليوم قيس سعيد لم يفعل شيئا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، بل أنه ما يبشر به من إجراءات كلها إجراءات ستكون قاسية على الناس، تجميد الزيادة في الأجور، الخفض في الأجور. نحن نتحدث عن أنه خزينة الدولة لا تملك ممكن بعد أشهر قليلة رواتب الناس ورواتب الموظفين، نتحدث عن غلاء في الأسعار، نتحدث عن توقف النقاش والحوار والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي هذا سيخلق أزمة كبيرة جدا في التوازنات المالية للدولة التونسية، تعطل في الاستثمار وتراجع الاستثمار بشكل كبير، ارتفاع مستوى التضخم بشكل غير مسبوق، ديون على تونس مستحقة يجب تسديدها خلال الفترة القليلة القادمة، بالتالي مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة جدا. نضاف إليها أنه قيس سعيد رفض التشارك مع مش فقط الأطراف السياسية وحتى مع الأطراف الاجتماعية، وعلى رأس الاتحاد العام التونسي للشغل الذي هو
أكبر نقابة في تونس، وهي جزء أساسي من العملية السياسية. اليوم دخلنا مرحلة كذلك الصدام بين، أو بداية الصدام بين هذه المنظمة وبين قيس سعيد، وهو الذي قد يترتب عليه صراع في الشارع باعتبار قدرة الاتحاد على التجيش وقدرته على حشد الناس وقدرته على حشد الطبقة العمالية التي هي المتضررة الأساس اليوم من إجراءات قادمة قد يعني يقدم عليه قيس سعيد، وباعتبار أنه التراجع أصلا على مستوى الاقتصادي والاجتماعي التي تشهده المالية العمومية في تونس. نحن نتحدث كما تعرفون مثلا في تركيا اليوم البرلمان منذ أشهر يناقش الميزانية الجديدة للبلاد، وهو تقريبا بعد يوم من سيختم هذه الميزانية الجديدة. في تونس إلى حد الآن لا أحد يعرف ما طبيعة الميزانية الجديدة للبلاد، كيف ستكون، ما هي بنودها. هناك تكتم كامل، فضلا أن قيس سعيد سابقا كانت تناقش في البرلمان وبحضور الإعلام يعني تدخل حتى المؤسسات المجتمع المدني التي تضغط من أجل أنه تعديل بعض البنود. اليوم نتحدث عن شخص واحد يقود الدولة، ولا نعرف ولا ندري حتى كيف ستكون عليه ميزانية البلاد في الأيام القليلة القادمة.